تعال نشوف 5 اختراعات فاشلة عمرها ما كانت هتيجي في بالك. السلسلة دي هنسميها اختراعات الفنكوش. هنشوف فيها حاجات ومصايب من شركات كبيرة واختراعات عمرها ما كانت ممكن تيجي في بالك، ولا حتى في بالك انها فشلت. ولو فشلت طب تفشل ليه؟ ما هي ممكن تبقى حلو. النهاردة اول حلقة لسلسلة حلقات اختراعات الفنكوش. انا مستر بي اس، ويلا بينا نبدأ على طول. مبدئيا كده سنة 2013 معانا من أكبر الشركات اللي موجودة. بقى احنا بنتكلم عن جوجل. جوجل عندها شركة تانية اسمها جوجل اكس. جوجل اكس دي بتاعت الاختراعات. قررت جوجل اكس انها تظهر للعالم حاجة اسمها جوجل جلاس. جوجل جلاس دي كانت نظارة واقع معزز، مش واقع افتراضي. الواقع المعزز اللي هو انت بتبقى شايف الحقيقة لكن شايف حاجات معاها. شايف مثلا وانت ماشي ممكن تشوف المابس، او شايف خطوط المابس وانت لابس النضارة وشايف العالم الحقيقي، مش شايف عالم افتراضي. ده الفرق بين الفيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي. دي كانت نظاره اوجمانتد رياليتي. طبعا احنا بنتكلم في سنه 2013 والكلام ده كان في وقتها طفره، ما كانش فيه لسه النظارات الكتير دي. بس جوجل للاسف فكرت في الاختراع، ما فكرتش في العواقب. جوجل متعوده على حركه كده بتعملها، انها بتجرب كتير قوي، وفي حاجات كتير من اللي هي بتعملها ما بتطلعش للنور وبتتلم تاني. المهم الاختراع ده كان نازل ساعتها بالفويس كوماندز، وتقدر تخش على المابس وتتكلم مع النضاره، تشوف اللي قدامك، كل حاجه شغاله بالفويس كوماندز، وحرفيا كل حاجه تحت عينيك. انت باصص شايف كل حاجه بتحصل. كمان بتصور صوت وصوره طول ما انت ماشي، ممكن تصور فوتوغرافي، ممكن تصور فيديوز. واختراع كان ساعتها على قد ما هو كان تحفه، على قد ما كان العالم مش مستعد لحاجه زي دي. طبعا اختراع زي ده اتكلف ملايين الملايين في الار ان دي ديبارتمنت في جوجل. نزل السوق سنه 2013، اتسحب منها 2015. وكانت نازله بكام بقى؟ في الوقت ده كانت نازله للمستهلك اللي زيي وزيك ب $1500، وده طبعا رقم كبير جدا على اختراع احنا لسه ما كناش مستعدين لحاجه زي دي في وقت زي ده. اتسحبت من السوق 2015. جوجل قالت طب خلاص احنا هنعملها للشركات، للانتربرايز. نزلت المنتج تاني في 2019. نزلوها بكام؟ $1000 كمنتج للشركات والاطباء، عشان بقى مثلا لو انا لابس النضاره وانا دكتور ابقى شايف مثلا جسم المريض، اناتومي مثلا. او لو انا مهندس وشايف مثلا عماره بتتبني، اعرف امطر مثلا حاجه بالنضاره، او اشوف دي كام متر ودي كام متر وده مش عارف ايه. ولكن الاحتياج ليها ما كانش شديد خالص، وبالتالي اتسحبت تاني من السوق لتاني مره فشل في 2023. طبعا اتمنعت لاسباب كتيره، منها ان انت مثلا ما ينفعش تخش بنك تبقى بتصور فيديو، تصور اللي قدامك مثلا هو بيكتب كود، ولا بتشوف هو بيسحب كام. او تخش سينما فيلم لسه نازل جديد وانت داخل تصوره وتسرقه. او مثلا داخل محل لبس فبتصور اللبس اللي معروض، وبتصور مثلا داخل غرفه تغيير الملابس وداخل تصور كل حاجه بتحصل. كانت في حاجات كتير ضد البرايفسي فاتمنعت بسببها. غير ان انت ما ينفعش طبعا تسوق بنضاره فيها واقع معزز او واقع افتراضي، الاثنين ما ينفعوش طبعا. انت تخيل نفسك سايق وجوه مسافه بينك وبين اللينس حاجه صغيره قوي، او بين الشاشه اللي انت شايفها، شايف بقى المابس، شايف اي حاجه بتحصل. ممكن تبقى فاتح نت، ما هو ما فيش حاجه ممنوعه، فاهم قصدي؟ فانت ممكن تبقى فاتح مثلا داخل على الانستجرام، داخل على الفيسبوك، بتقلب في حاجه وانت في نفس الوقت سايق. وبالتالي اتمنعت والطلب قل عليها جدا جدا، لحد لما اتسحبت من السوق خالص زي ما قلنا 2015 للي زينا للمستهلك الطبيعي او المستهلك العادي، واتمنعت من 2023 للانتربرايزز والشركات. 2006 مايكروسوفت فاجئتنا باختراع اسمه مايكروسوفت زون. زون ده كان نازل ينافس الايبود. لو حد مش فاكر الايبود، فهو كان جهاز تبع ابل اللي بنشغل من عليه اغاني، وكان بصراحة اختراع، كان جهاز تحفة. فمين اللي قرر ينافس ابل؟ مايكروسوفت. نزلت في 2006 جهاز اسمه مايكروسوفت زون تنافس بيه الايبود من شركة ابل. والجهاز ده كان ينفع تشغل عليه اغاني وفيديو كليبس. ومش بس كده، انت كمان اللي انا بقوله ده انت بالنسبه لك عادي، بس ده كان ساعتها طفره. ينفع اشير اغاني مع حد تاني معاه مايكروسوفت زون، ودي كان بيسموها زون تو زون شيرنج. بس كانت ينفع تعمل لها شير، وبعد ما تعمل لها شير صاحبك ده اللي اخد الاغنيه يشغلها لمده معينه، بعد كده خلاص بتبقى اكسبايرد. ده بقى ما اتسحبش عشان وحش ولا كواليتي وحشه ولا اي حاجه، ده بالعكس، ده في ناس كانت بتحبه جدا جدا وكان قوي جدا. انا قلت لكم الكلام ده سنه كام؟ 2006. طب اول ايبود من ابل نزل سنه كام؟ نزل 2001. وبالتالي انت بتحاول تسحب سوق من تحت رجلين ابل كبير جدا جدا، واوريدي كانت ناس كتير اخدت على ابل وحبت ابل. مايكروسوفت كانت نازله بزون بتحاول
تقول للعميل انا مختلفه عن ابل، ما عندهاش فيتشرز زياده قوي عن ابل، لكن بتارجت الناس اللي عايزه ما تبقاش ابل كاستمر. كمان وقتها مايكروسوفت زون كانت عامله حركه وهي دلوقتي احنا متعودين عليها قوي، وهي السبسكريبشنز. كانت منزله حاجه اسمها زون باس، والزون باس هي ان انا اخش اشترك في اغاني مثلا زي ما احنا بنعمل في انغامي او سبوتيفاي او وات ايفر الحاجه اللي انت بتخش عليها. فكانت عامله الحركه دي، احنا بنتكلم في سنه 2006. كونسبت الناس مش متعوده عليه، كونسبت السبسكريبشنز ان حاجه تتسحب مني كل شهر ما كناش متعودين عليها. الايبود زي ما قلنا كان اول فيرجن نازل سنه 2001. خلص سنة كام؟ ايبود ما بقاش ينزل خلاص. اخر ايبود نزل كان 2019 وهو ايبود تاتش 7th جنريشن، واتسحب من السوق سنة 2022. كان خلاص كده ابل بطلت موضوع الايبود تاتش او الايبود عامة. زون بقى، زون اتشال في اقل من نص المدة. احنا بنتكلم هنا من 2001 لحد 2022، حوالي 21 سنة، صح كده؟ زون بدأت 2006، اتسحبت 2011، واخر اونلاين سيرفيسز شغالة وقفت في 2015. المبيعات مثلا اكزامبل صغير كده على المبيعات، المنافسة القوية دي تعالوا نشوف كانت عاملة ازاي. المبيعات في اخر 2008 كانت تحفة من مايكروسوفت، قدرت تبيع 2 مليون جهاز. متخيلين الرقم؟ 2 مليون جهاز في 2008. طب ابل في الوقت ده كان بتبيع قد ايه؟ ابل قدرت تبيع 3.5 مليون. رقم قريب قوي صح؟ للاسف لا خالص. الرقم ده كان في الشهر الواحد من ابل. 3 مليون ونص جهاز في الشهر الواحد، مقابل الناحية التانية 2 مليون على سنة كاملة. وبالتالي مايكروسوفت ما قدرتش تكمل بالجهاز المايكروسوفت زون واتسحب من السوق. للأسف مايكروسوفت زون اتظلم شويه لان هو كان نازل من غير ماركتنج قوي، كمان اختار الوقت الغلط خالص ان هو ينزل فيه السوق قدام منافس قوي جدا شرس واقف في السوق قوي مثبت رجله من 2001. انت نازل بعده بخمس سنين بتحاول تخطف زبونه. الموضوع كان صعب شويه وبالتالي فشل وما كملش. نيجي بقى ل 2001، كان عندنا اختراع السيجواي. سيجواي كان مخترع اسمه دين كامين، ده سكوتر بيعمل سيلف بالانس لوحده، وكان نازل سنه 2001. طبعا دي حاجه كانت ثوريه جدا ساعتها، انت منزل سكوتر بسيلف بالانس وسريع، سرعته بتوصل ل 20 كيلومتر في الساعه كمان. ومش بس كده، ده قلب الدنيا بقى على الميديا، مش سوشيال ميديا لان احنا بنتكلم في 2001. فقلب الدنيا على الجرايد، قلب الدنيا في التلفزيون، ولدرجه ان اتكلم عنه وشكر فيه مين؟ جيف بيزوس بتاع امازون وستيف جوبز بتاع ابل. طبعا ده كان نازل يساعد الناس على الحركه الفرديه، مقابل ليه مثلا اي سكوتر او سكيت بورد او عجله، الحاجات الفرديه اللي بيركبها واحد بس. وكعاده كل حاجه حلوه لازم تيجي بتمنها. للاسف ده كان نازل بسعر، احنا في 2001 لازم افكركم، لانه كان نازل ب 5000 دولار للزبون الطبيعي اللي زينا. 5000 دولار ده كان رقم برضو مجنون، يعني انا هنزل ادفع 5000 في سكوتر؟ غير بقى ان البلاد ما كانتش عارفه توظفه في انهي حاره في الشارع. طب انا لو حطيتك مع العربيات ما هو خطر، انت اخرك 20 كيلومتر في الساعه. لو حطيتك مع العجل خطر برضه، لان انت ماشي بموتور وبتوصل 20 كيلومتر في الساعه. في عجل طبعا بيوصل للسرعه دي، بس ستيل انت ماشي بحاجه فيها موتور، ممكن تقع، ممكن تعمل. لو حطيتك على الرصيف مع الناس اللي بتتمشى خطر على الناس اللي بتتمشى. وبالتالي بدا يتمنع اصلا في بلاد احنا مش عارفين نحطه فين نوظفه فين، فبدأ يتشال خالص او يتمنع من بلاد. حصل موقف برضو اثر في سمعته شويه، وهو كانت صوره منتشره لجورج بوش وهو بيقع بالسيجواي، وقع بيه ركبه ووقع بيه. وده يمكن ما اثرش في السمعه على قد ما اثر للناس او وصل للناس قد ايه ركوبه صعب وقد ايه صعب ان انت توزن الجهاز ده. نيجي في 2010، كل ده الجهاز عايش معانا من 2001 لحد ما اشترى الشركه حد اسمه جيمي هيسلدن. جيمي اشترى الشركه وبعدها بكام شهر بس وقع من فوق جبل بالسيجواي. ده ما كانش عيب صناعه ولا عيب تصنيع ولا اي حاجه، ولكن ده كان كافي جدا انه ياثر على مستوى الشركه ومبيعات الشركه. صاحب الشركه نفسه اتوفى من فوق جبل بالجهاز اللي هو بيحاول يبيعه. لو دي ما كانتش مصيبه فانا ما اعرفش ديفينيشن كلمه مصيبه غير دي، برغم ان زي ما قلت لكم مالوش اي علاقه بعيوب الصناعه. لحد سنه 2020 انتوا اكيد شفتوها في افلام وحاجات كتير، بسبب قله الطلب عليها وبسبب غلو سعرها وبسبب كل اللي حكيناه ده تقرر الشركه توقف انتاج سيجواي. 2011 اتش بي تاتش باد، لا مش التاتش باد بتاع اللابتوب، حاجه تاني خالص. 2011 اتش بي قررت ان هي تنزل تنافس الايباد. انا مش عارف يا جماعه مالكم مال ابل، يعني
حلوه المنافسه وكل حاجه، بس انتوا بتبداوا في وقت غريب جدا. الواحد يعني الشركه بتبقى قايمه بقالها حبه وليها سوق كبير، وانتوا بتحاولوا تخطفوا السوق في وقت غلط خالص. خلينا في المهم، ده كان تابلت نازل ينافس الايباد. التابلت ده كان نازل بسوفت وير، لو فاكرين او عارفين سوفت وير اسمه ويب او اس. بيستخدم فين دلوقتي؟ حد مركز كده في الاسم ده؟ بيستخدم في ال جي. بس قبل ما ال جي تشتري ويب او اس كان مع اتش بي كانت شارياه وكانت مستخدماه في التابلت. الويب او اس اللي انتوا بتشوفوه في التلفزيون حاجه، واللي انتوا شفتوه او اللي كان موجود في الاتش بي تاتش باد حاجه تانية خالص. كان لسه بطيء جدا، كان لاجي جدا، ما كانش فيه اي ايكو سيستم، كان صعب شويه يعني، كان السوفت وير صعب. غير طبعا ان انت لو حطيته قدام جوجل بلاي ستور اللي كان موجود طبعا وقتها وكان قوي جدا، وقدام ابل اب ستور، الاتنين عمالقه، الاتنين مليانين ابس، مقابل حاجه ما فيهاش ابس كتير خالص او ما فيهاش ابلكيشنز اصلا. اتش بي تاتش باد نزل في يوليو 2011 وكان يبدا سعره بكام؟ ركزوا في السعر عشان احنا هنحتاجه. $499 للبيزك موديل. حظه الوحش ان اتش بي تاتش باد كان نازل في يوليو، في مارس اللي قبله على طول في نفس السنه 2011 كان نازل ايباد 2، وعينك ما تشوف الا النور. ايباد 2 كان نازل بنفس السعر $499. طبعا ضحيه تانية من ضحايا ابل، الكاستمر يروح للحاجه اللي متعود عليها ولا يروح لحاجه جديده؟ طبعا راحوا للايباد بالايكو سيستم بتاعها، بالجمال بتاع الايباد، فيرسز بقى الناحيه التانية انت شايف جهاز لاجي، جهاز بطيء، جهاز بيعلق. طبعا ما حدش شرح له. المصيبه مش في كده، المصيبه في ان اتش بي تاتش باد ما كملش في السوق 60 يوم، ما كملش شهرين. اتش بي قررت توقف انتاج التاتش باد بعد 49 يوم من نزوله السوق، لدرجه ان بعد 49 سوق عملوا حاجه اسمها فاير سيل. فاير سيل ده نزلوا سعره اللي لسه كنا بنقول من $499 لكام؟ شالوا رقم 4. متخيلين؟ نزل من $499 ل $99 عشان يتباع. قبل الفاير سيل اللي اتش بي عملته قدرت تبيع 200,000 حته. رقم بالنسبه لك ممكن يبقى كبير، بس ده بالنسبه لشركه عامله صرفه ملايين عشان تنتج منتج جديد وينزل السوق يكسر الدنيا، ده رقم طبعا وحش جدا جدا. وبعد الفاير سيل، بعد ما حاولوا ونزلوا سعره $99، يبيعوا بعد الفاير سيل 800,000 حته في الوقت نفسه اللي كانت ابل بايعه فيه فوق 9 مليون حته. 9 مليون ايباد. انتوا متخيلين احنا بنقارن 800,000 او كملت مليون ل 9 مليون؟ كانت خساره رهيبه. شكرا اتش بي تاتش باد. اخر حاجه معانا وهي رقم 5، الخساره الكبيره قوي قوي قوي، ثيرانوس 2010. اللي ما سمعش عن ثيرانوس، اكبر قصه نجاح لاهم واشطر شابه في سنها إليزابيث هولمز. إليزابيث هولمز كانت مثال للشابة الناجحة، الشابة الشاطرة. دخلت جامعة ستانفورد هندسة كيميائية، وكانت شاطرة جدا، مقفلة كل المواد، كل المواد بتجيب فيها ايز، لدرجة انها خلاص شايفة نفسها جدا فانا هسيب الكلية. وكانت دايما بتتطلع لقدوتها ستيف جوبز، حتى في اللبس كانت دايما بتلبس اللي هي التيرتل نيكس السوداء دي زيه. وقالت انا هفتح شركتي اللي هي ثيرانوس. ثيرانوس دي كانت فاتحة سنة 2010. ثيرانوس دي شركة في يوم من الايام وصلت الفاليو بتاعتها لبلايين، انتوا سامعين صح بحرف الب، بلايين الدولارات. إليزابيث هولمز تبدأ شركتها وهي 19 سنة بالبروفايل القوي ده، وقدرت تجر رجلين بيزنس مان كتير ان هم يدفعوا لها انفستمنتس في اختراعاتها اللي هي بتعملها، من كتر ما هي شخصية قوية عندها ليدرشيب سكيلز قوية. قدرت تبيع لنفسها وتسوق لشركتها، وفعلا اخذت انفستمنتس قوية لحد لما الشركة وصلت للبلايين في السوق، وبقت اصغر وانجح واغنى ست في العالم كله في الوقت ده في سن ال30 بس. وقلنا طبعا الطمع وحش، نقرر بقى ان احنا نعمل حاجة تكسبنا اكتر. في الوقت ده قررت تخترع اختراع عظيم رهيب هيغير مجال الطب والصيدلة ومعامل التحاليل كلها، حاجة كده اول مرة نشوفها في الدنيا، وهتسميها اديسون. قدرت تجيب انفستمنت كبير وتحقق نجاح رهيب انها تنزل المنتج ده. ثيرانوس في الوقت ده اللي احنا بنتكلم فيه، احنا دلوقتي في 2014 بعد ما فتحت الشركة في 2010، والفاليو بتاع الشركة وصل ل 9 بليون. متخيلين الرقم؟ طب الست العظيمة دي بقى اخترعت ايه؟ جهاز اديسون، وده بيتحط في الصيدليات. حضرتك معزز مكرم لابس كده، بدل ما تنزل معمل تحاليل، لا انت بتروح الصيدلية اللي جنبك على طول تحت البيت، ياخد منك عينة دم، مش عينة دم الكبيرة اللي احنا بنشوفها، لا عينة دم، نقطة دم.
اتحط في الجهاز يطلع لك النتيجة. وللأسف كانت هنا الصدمة، واحد زيك وزي ناس ما تفهمش في الطب، اخد الريبورت بتاعتي اروح البيت اكتشف ان انا عندي امراض مش عندي، واخد علاج لامراض ما جاتليش. ودي كانت المصيبة. انا متفهم ان انت ممكن تغلط في اختراع زي اتش بي تاتش باد او جوجل جلاس او الحاجات دي وتخسر، لكن تخترع اختراع يدمر صحة ناس. طبعا هتقولي المستثمرين كانوا بيخشوا معاها ليه؟ المستثمرين هي كانت بتنقيهم بالفرازة وتقول لهم انت طالما داخل معايا انت واثق فيا وواثق في اللي انا بعمله، وطبعا دي اسرار شركتي، انا ما ينفعش اروح اوريك الاختراع ده شغال ازاي، دي اسراري. هم طبعا بيقولوا حقك، يعني برضو كلام بيميك سنس، انت يعني انت عامله حاجه اختراع كبير ما ينفعش اروح اتفرج انت عامله ايه، فتمام انا موافق، انا داخل معاكي شريك. طب العمال نفسهم ما كانوش فاهمين. هي كانت شغالة بطريقة ان كل جزء في الشركة يكون منفصل عن بقية الشركة ومحدش يعرف التاني شغال في ايه، وطبعا ممضيهم حاجات قد كده، واللي كان بيفكر بس يتكلم كان بياخد تهديدات في وشه قد كده. لحد ما جه شخصية محترمة من الشركة ما خفتش من التهديدات دي كلها ولا الحاجات اللي ماضي عليها، شخصية اسمها تايلر شولتز. تايلر كتر خير الراجل ده قرر يقف في وش الشركة كلها وفي وش التهديدات اللي الست كانت بتعملها وبتهدده بيها، وراح لصحفي في وول ستريت ويقول له الحقيقة الكاملة لحد لما نهاية الشركة دي تبقى في 2018 ويطلع حكم عليها في 2021 ل 2022 ب 11 سنة سجن. ولو بتسأل هي فين دلوقتي فهي بتقضي فترتها في السجن. ودي كانت نهاية أول حلقة لينا في سلسلة اختراعات الفنكوش. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وطبعا، واشوفكم في حلقة جديدة. ثانية واحدة بقى، انا في حاجة عايز اجربها كده في النهاية، هعملها المرة دي ولو حلوة هعملها بقية الفيديوهات.